كان عليه الصلاة والسلام يواظب على 4 ركعات قبل الظهر. نحن شوف، أنا ما نتكلم بصراحة، كثير من الناس يستثقل النوافل والسنن، يستثقلها، يقول يلا يلا الفريضة يا شيخ. هذا واقع، أنا ما أتيك من القمر، واقع. بعض الناس يستثقل الطاعة. هل نشده شدة؟ عجبت للحسن البصري حينما قال: عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. عجبت لأناس يقادون للجنة بالسلاسل، يعني غصب عنهم تدخلون الجنة. كيف الله سخرهم للجنة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعهد أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى قبل الظهر 4 حرمه الله على النار. قف، بس هذا الدين، هذا الدين يا شيخ. أعد الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قبل الظهر 4 حرمه الله على النار. الحديث صحيح؟ نعم صحيح. يعني أنا يا شيخ لو صليت قبل صلاة الظهر 4 ركعات، ركعتان، وثم صليت الظهر، أدخل في الحديث؟ نعم تدخل في الحديث. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. تصور لو أنت صليت قبل الظهر ركعتين، ثم الظهر 4، ثم بعد الظهر ركعتين، ومت قدر الله، تخرج من المسجد، من المنزل، حادث سيارة، مرض، نوبة، سكتة. الأمراض الحمد لله كثيرة في الزمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر موت البغتة، الفجأة. تجد نجلس مع الرجل ونضحك ونمزح، ينام، أين فلان؟ مات. هذه من أشراط الساعة، ظهور موت الفجأة من أشراط الساعة. فالشاهد من الأمر، تصور رجل صلى 4 ركعات قبل الظهر، وصلى 4 ركعات بعد الظهر، ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمه الله على النار. أسألك بالله بعد هذا الحديث ماذا ترجو؟ يعني أنت فرضا لو سألت الله: يا رب أسألك حسن الخاتمة، كلنا الأصل أن تركز على هذا الدعاء مهما كنت عاص لله، كلنا نعصي، لكن نصيحة أخ محب لك، وأنا لي دائما قل: اللهم أسألك حسن الخاتمة، لأنه ما يدريك، ربما أنت تفعل فعل ويكتب الله عليك الأجل وتموت على هذا الفعل. فدائما أرجو من ربك حسن الخاتمة. ومن حسن الخاتمة الدخول في هذا الحديث: أصلي قبل الظهر 4 يا شيخ، وبعده 4 يحرمني الله على النار. هي يحرمك الله على النار، أليست هذه نعمة؟ وكم تأخذ 4 ركعات؟ كم تأخذ؟ 10 دقائق، نصف ساعة تحرمك عن النار أبد الآبدين. وهذا من رحمة الله رب العالمين.